الفرق بين الاهلي والزمالك هو الفرق بين ابراهيم شيكا وبين مؤمن زكريا. الفرق هنا يوضح لك فعلا ان الكيان اللي انت بتلعب فيه هو الكيان اللي ممكن لما تقع في يوم من الايام هو اللي يشتغلك، لانك انت كنت بتلعب باسم الفلنه بتاعته، كنت بتجيب له بطولات، كنت بتموت نفسك في الملعب علشان فعلا المكان ده يستاهل. فده يخلي كل اللعيبه اللي يجوا بعدك في الكيان ده يضحوا بكل حاجه علشان الكيان نفسه، وده اللي يميز الاهلي والزمالك. ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك عنده سرطان بقاله 1.5 سنة. يا جماعة، الناس اللي بتطلع على التلفزيون وبتجيب في سيرتي وتقول نادي الزمالك اتكفل، بقول لكم ايه؟ نادي الزمالك ما طلعنيش منه جنيه، عشان بس نبطل الاسطوانة. وكل واحد عايز يطلع ترند يطلع يجيب سيرتي ويقول لك اصل النادي اتكفل بيه يا حبيبي. انا بقول لك اهو صاحب الحاجة، نادي الزمالك برئيس ناديه بمجلس ادارة ما طلعليش جنيه منه. المشكله دي متفاقمه جدا دلوقتي، والراجل ده بيمر بازمه نفسيه وصحيه وماديه كبيره جدا، لدرجه ان النادي اصلا ما صرفش عليه جنيه، والراجل نفسه طلع قال الكلام ده، ومراته طلعت قالت نفس الكلام. جنبه انت ايش عرفك ان ابراهيم شيكا فيديوهات اللاعب؟ لا ده اللاعب طلع اشتكى لطوب الارض. استاذ ما هو ممدوح عباس ايوه بعد كده الناس عملت بقى. استاذ ممدوح عباس وقف يا عمي لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو انت كابتن احمد سليمان ساعده، وكابتن ممدوح عباس ساعده، وكابتن حسين لبيب، ونادي الزمالك تكفل بعلاجه، والكلام اللي طلع قاله ده امبارح على الهوا انا طالعه النهارده عشان اكدب كل الكلام ده. كل الكلام ده حرفيا ما حصلش. دخلت قبل كده مع مي حلمي مداخله وهو كان في استضافتها، وطلع قال لي ايه ده هو نادي الزمالك ما ساعدكوش؟ قلت له لا ما حصلش يا كابتن الكلام ده. ده اول حاجه. تاني حاجه، طلعت حضرتك على هوا قدام الناس كلها بتقول حاجه انت ما شفتهاش، هيشهد ربنا عليك يوم القيامه ان انت طلعت قلت ان ابراهيم شيكا خد فلوس علاجه وده ما حصلش. فانا مش عارفه الصراحه ايه اللي بيحصل، ليه واخدين حوار ابراهيم ترند قوي كده؟ زي ما قبله خدتوا لعيبه كتير قوي قضيتوا عليها وتوفوا، برضو خدتوهم ترندات. ما حدش فيكم قدر يقدر البني ادم. لما اعلاميين من نادي الزمالك طلعوا على منصات اعلاميه وقعدوا يقولوا ده احنا اديناه وصرفنا عليه والكيان اداله والكلام ده كله، طلع مراته وهي اصلا اعلاميه رياضيه قالت ان الكلام ده ما حصلش، وطلع ابراهيم بنفسه برغم حالته الصحيه وباين عليه المرض الشديد قال نفس الكلام. على النقيض الثاني مؤمن زكريا لما تعب بمرضه النادر اللي هو ضمور في العضلات، خلاص كده المرض ده بيجي يا مؤمن لكل مليون واحد، شخص واحد في المليون هو اللي بيجي المرض ده. بس الحظ الحلو ان المرض ده جه لمؤمن زكريا وهو بيلعب في الاهلي، لان مؤمن زكريا لو كان بيلعب في الزمالك كان زمانه اتوفى من زمان. لكن الاهلي ما سابش ابنه فعلا، وده اللي يميز الاهلي عن اي نادي تاني، وده اللي يميز فعلا ان ليه لعيبه الاهلي ممكن تموت نفسها، وده يعرفك قيمه الكيان نفسه. واللي بيلبس الفانلة الحمراء غير اللي بيلبس الفانلة البيضاء. مؤمن زكريا اتصرف عليه ملايين الدولارات، بيسافر دول اوروبيه ياخد علاجه بره، بيدعم ماديا ومعنويا بشكل كبير جدا، بيدعم معنويا بشكل كبير جدا. اي بطوله بيروحها، سفره بره مصر على حساب النادي، سفره مع اللعيبه على حساب النادي، لما يكون في ماتش بيقعد في المقصوره الرئيسيه، اما له مكان في الدكه اللي في ارض الملعب. انت متخيل النادي في وسط كل البطولات والزحمه دي بيفكر في ابنه، بيقول له لا تعالى معانا، تعالى ندعمك ماديا ومعنويا، تعالى انت هتفتح براند هنقف جنبك، هتخلي اللعيبه تصور لك وتنزل عندها، اللعيبه بيروحوا له منهم لنفسهم. كل الكلام ده بيحصل لانه بيلعب في النادي الاهلي. فاهم الفرق؟ الفرق هنا بيحصل على ارض الواقع بين اتنين، واحد بيلعب في كيان كبير والتاني بيلعب في كيان كبير. بس الكبير هنا مش بالاسم، الكبير هنا مش بانك انت بتقول اصل انا القلعه البيضاء وانا مش عارف ايه وانا بعمل، لا يا باشا، ده ابنك ابراهيم، ده ابنك ابراهيم، ده اللي بيلعب بالفالنه بتاعتك في الملعب. ابراهيم ده زيه زي مؤمن زكريا، ليه ما ياخدش دعم؟ ده انسان في الاخر. الموضوع مش مرتبط بكيان كبير ولا كيان صغير. اي حد في الدنيا بيفكر صح هيبقى بيفكر تفكير النادي الاهلي. في النهايه ان ابنه لو وقع في الملعب وهو لابس الفانلة الحمراء يبقى ده يستاهل الدعم لغايه ما اوصل معاه لاخر الطريق. ربنا كرمه بقى كويس تمام، ما كرموش وتوفى يبقى انا عملت اللي عليا. لكن ما ينفعش وابنك عايش وجاي له سرطان والدنيا بتشيله وتحط فيه وصرف كل فلوسه وطلع على التيك توك بيشتكي، انت برضه ما زلت ما اتحركتش مستني يموت عشان خاطر ترجع تقول ده انا اصل انا كنت هدعمه واصل احنا كان عندنا شويه اجراءات لازم تخلص. انتوا فين يا جدعان؟
فين زمايله اللعيبه؟ فين الناس؟ ده الراجل حتى طمعان في كرم النادي الاهلي وبيقول مراته بتقول انا لو وديت الملف بتاعه للخطيب على مكتب الخطيب هيتحرك، وده حقيقي. خدت بعض ورحت كابتن محمود الخطيب في قلب النادي الاهلي هيقف جنبي. انا واثق في ده، بس انا برضو سايبها على ربنا، سايبها على ربنا، عشان الناس دي مش هتعمل حاجه. لو كانوا هيعملوا كانوا عملوا. سايبيني كده وراميني، بس عادي عادي. ربنا كبير وربنا كريم وربنا بيفرجها من عنده. فكفايه بقى ايه ترندات وشغل ترندات على حس واحد مريض، عيب. مراته بتقول انا لو وديت الملف بتاعه للخطيب على مكتب الخطيب هيتحرك، وده حقيقي. لان الخطيب كبير، الناس دي كبيره بمقاماتها وتصرفاتها. حتى لو انت كنت مش مع انا مش مع الكوره والماتش الاهلي والزمالك كان شغال دلوقتي، انا اصلا ما اتفرجتش عليه، بس ده موقف لازم تتكلم فيه وتحط سبوت عليه. وليه الاهلي كبير وليه الزمالك صغير؟ وليه انت تحط نفسك في الخانه دي مع الناس اللي بتلعب باسمك؟ انت متخيل ان انت ممكن الفريق بتاعك كله يتهز وما يديش احسن اداء في الملعب، لانه لو تعب ولا حصل له حاجه او اتصاب عارف النادي مش هيصرف عليه. هو ده الفرق بين الاهلي والزمالك. بتاع الاهلي ينزل الملعب بياكل النجيله، تلاقيه حتى خسران في اخر دقيقه في الماتش بيكسب، عشان هم بيموتوا نفسهم على الكوره بسبب الاداره، بسبب التعامل، بسبب ان هو عارف لو جرى له حاجه في الملعب او بره الملعب هيجروا وراه ويجيبوه ويخلصوا معاه كل حاجه ويساعدوه ان هو يتخطى كل ازماته. الزمالك ممكن اخاف ادي اقصى ما عندي في الملعب، لو جالي صليبي مش هتصرف عليا يا راجل. الراجل عنده سرطان، عشان خاطر ده انسان مش لازم يعني كفايه عليه المرض، احساسه بالعجز المادي واحساسه بالعجز المعنوي، وان الموضوع كل شويه حد طالع يتاجر عليه من الاعلاميين وبتوع النادي الزمالك يطلعوا يقولوا اصل احنا صرفنا عليه واحنا ادينا له، وهو بقى يطلع ايه يكذب وهو في الظروف ديت. فانتوا بتدخلوه في حوارات اصلا مش حواراته. يعني ليه واحد يكون مريض بياخد جرعه كيماوي يبقى كل همه بعد ما يخلص ان هو يطلع يوضح ان الزمالك ما صرفش عليه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ليه في الناس دي كده؟ ده بالنسبه لي ملخص الاهلي والزمالك. ليه الاهلي اهلي وليه الزمالك زمالك؟ وانا هنا ما بتكلمش على الجمهور، انا هنا بتكلم على الاداره اللي بتصدر المشهد للجمهور وللجمهور المنافس كمان وللوطن العربي والعالم كله.